بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزول في الاول اخواتاتي في قناتكم حلويات اليانا. من قبل ما نبدا اخواتاتي، اذا كنتي حبيبتي جديده ما تنسيناش بالاشتراك، راح تستفادي من قناتي بزاف بزاف، لانه قناتي انا مختصه في الحلويات اخواتاتي، وقناتي تتكلم عن المشاريع والاثمنه تاع الحلويات. بسم الله. اول حاجه هنايا اخواتاتي راني في الورشه تاعي، ديت البيتخان، قلت لكم دائما كي يجوني لي كوموند نحاول نخدم بالبيتخا، ما نخدمش يعني بالباتور. هنا اول حاجه ديتهم المقادير، وراني كاتبت لكم المقادير باش تبان لكم اكثر فاكثر. هنا ديت 500 غرام مارغرين، 2 كوب سكر ناعم، نصف كيس زيت، 6 حبات بيض، كيس خميره كيميائيه، ملعقه تاع طوفيا كراميل، وكاس تاع النشاء والفرينه حسب الحاجه. بسم الله نبداو العمل. اول حاجه راني نعاود معكم المقادير، راني كاتبتهم وراني نعاود معكم اخواتاتي. اول حاجه هنايا اديت 500 غرام مارغرين، حطيتها في البيتخا كيما راكم شايفين، والبيتخا المره الاولى نحطوا له هذاك الفوي، كي نزيدوا له هنايا 3 حبات بيض كاملات، وهنا نضيف له ملعقه تاع لافاني، و2 كوب تاع سكر ناعم خواتاتي. الكوب 220 مليلتر. من بعد نضيف لها نصف كاس تاع الزيت، كل شيء مع بعض، نصف كاس تاع الزيت. ونضيف لها هنا الملعقه تاع طوفيا كراميل. وحده سقساتني قالت لي اسكو الطوفيا تيبس؟ ابدا حبيبتي ما تخافيش، ديري ملعقه او 2 ما تخافيش حبيبتي، ماهيش راح تيبس لك العجينه. تخلطوا حتى تحصلوا على خليط كريمي. بعد ذلك تطفوا على البيتخا وتنحوا هذاك الفوي. دروك نزيدوا الفرينه والنشاء، نحوا الفوي خواتاتي، دائما نخدموا بهذه الطريقه. نحي الفوي، وهنا ضفت لها النشاء وبدلت هذاك الفوي، درت في بلاصتو لا باليت، لانه الفرينه ما نخلطوهاش بالفوي خواتاتي، نخلطوها بهذه لا باليت. واذا كنتي تخدمي بالباتور الفرينه خلطيها بيديك اختي. بعد ذلك نضيف لها كيس تاع الخميره كيميائيه، الكيس في الجزائر 10 غرامات، ونبدا نضيف في الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه طريه خواتاتي. عجينه صابلي تجي طريه وما تلصقش في اليد، يعني ما تخلوهاش تلصق وما تيبسوهاش العجينه تاع الصابلي. بعد ذلك ديت هذا بابي كويسون، وديت هذا الطابع اللي حنخدم به، حليت العجينه على سمك نصف سنتيمتر. بعد ذلك كملت كامل عمرت السنيوه تاعي، ديت فيه هذاك الصابلي يطيب. ومن بعد كي طيبته درته في فرن 180 ولا 170 درجه على حساب درجه حراره الفرن حتى يطيب لكم اخواتاتي كيما الصابلي العادي. هنا اخواتاتي الموتيف اللي زينت به هذا اخواتاتي انا شريته 65,000، ونوصيكم كامل تشروه لانه راح تحتاجوه في شحال من حاجه. مثلا تحتاجوه كي تكتبوا تاع البيبي، تحتاجوه في تاع الزواج، تحتاجوه في الحلويات تاع الخطوبه، تحتاجوه كيما هنا هكا في الباك. يعني هذا خواتاتي تشريه صح 65,000، لكن تستعمليه وتستعمليه وتستعمليه. انا خواتاتي ديت شويه تاع الزيت درته هنايا في صبعي، ولا شويه تاع سكر كلاص كيما تحبي. يعني انا هنا درت هنا بالزيت، لكن تقدري باسكو لي موتيف شويه صغار، ومن بعد لي موتيف صراحه كملتهم بالسكر كلاص باسكو بالزيت كان يتزحلق. جو بريفير عاودت انا في لا دوزيام فوا. هنا كي كنت نصور صورت لكم بالزيت صح، بصح كي كنت نخدم خواتاتي صراحه ومن بعد رجعت خدمتهم كامل بالسكر كلاص باسكو بالزيت مع الموتيف صغير. صدقوني خواتاتي ادالي لابريميدي كامل وانا نخدم فيهم، يعني سا برون دو طون. انتبهوا بزاف لهذه الملاحظه. هنا راكم شايفين هنا درت بي، كملت حتى كملت كامل لي موتيف. يعني هنا خواتاتي هذاك الصابلي خرجته وخليته يبرد، درتو لا كريم او بور، وهذوك لي موتيف كملتهم خليتهم حتى نشفوا تماما. يعني دائما نظموا هكا الخدمه تاعكم، بداو ديروا الخدمه تاعكم درجه بدرجه. بعد ذلك كي كملت حضرت كل شيء، رحت حضرت الشوكولا. انا خواتاتي في 500 غرام شوكولا نستعمل 2 ملاعق تاع الزيت، وذوبتها على نار ما ضفت لها والو غير الزيت. هاي الشوكولا اللي نستخدمها انا نستخدم فيجيكاو دادا بالحليب، هذه هي اللي استخدمتها. ومن قبل ما تنشف درت فوقها هذوك لي موتيف، انا كتبت هنا باك، والاخرى وواحده اخرى كتبت فيها 2020. هذه هي خواتاتي الوصفه. لي موتيف يدوا لكم الوقت. ومن بعد زينتها ديت هذه لابوش، هذو لي بوش جيتابل هذو، هذه لابوش هذه درت فيها شويه تاع شوكولا ذايبه نفس الشوكولا، ودرتها هكذا خطوط على الطرف، شوفوا هنا في الاطراف كيما راهي باينت لكم، وعملت لها هذوك العقيقشات صغار.
هادو هما العقيقشات خواتاتي، ومن بعد لاباتري طاحت لي ما كملت كي درت لكم، يعني سمحوا لي بصح هاي باينه، هاي باينه، يعني انا عطيت لكم كامل لي ديتاي. هادو هما خواتاتي، هذا الصاب اللي انا عملته لكم في القناه، هادو كامل راني عملته لكم في القناه خواتاتي. الحلوجيات سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي. بالنسبه للاثمنه ان شاء الله راكم شايفين شاني نخدم، مانيش قاعده. ان شاء الله كي نكمل راح نعطيكم الاثمنه في فيديو خاص بكم انتوما. بالنسبه اللي جابوا الباك بالبركه، واللي ما جابوش الباك نقول لكم الباك ما جابتوش المراه نورمال، لا ما جبتيش سنه تجيبيه العام الجاي. وان شاء الله العام الجاي كامل نفرحوا بكم اللي ما جبتوهش. المهم ما تفشلوش، الانسان اللي فاشل هو اللي ما يديرش حاجه، اللي عنده الاراده يجيب الباك من على 70 سنه، كاع ما تخموش خواتاتي. نقول لك حبيبتي راكي في قناه حلويات إليانا، انا مختصه في الحلويات خواتاتي. نقول لك دمتي متالقه، ديما كنت لنا تلويث ارسم ليلي.